صحيت لصاحبتي وجاها السرطان حيت غرت منها وما بغيتيش تزوج قبل مني. حياتها تدمرات وصحتها مشات، شعرها نسل وضعفت ولات بحال المومياء. صونات ليا ماماها قالت لي صاحبتك بغاتك. جيت كنجري عندها عنقاتني وبكات، قالت لي المسامحه لا درت لك شي نهار شي حاجه وضراتك. عطاتني السلسله اللي في عنقها وقالت لي بقيت تفكريني بها. لقيتها موجده لي حوايج ديال عرسها بقى عمرها ما لبساتهم، قالت لي خديهم هادو ديولك، حنا راه خواتات ماشي صحابات. بغيت نصارحها ولكن ما قديتش. اش غادي نقول لها اللي كتقولي على اختك هي اللي سحرات ليك. هنا بحال بدات كتخرج الموت، انا ما عرفتش ما ندير، خرجت كنجري من البيت. مشيت كنجري وكنجاري كنقلب على السحاره اللي خدمت لها عندها. لقيتها ودخلت عندها كنطلب فيها، طحت لها على رجليها قلت لها عافاك لما فكي صاحبتي من السحر اللي درت لها عندك. هي في الاول ما بغاتش ومن بعد قالت لي كاينه طريقه وحده ولكن راك غتفضحي بها. انا قلت لها ماشي مشكل غير قولي لي شناهي. قلت لها نعطيك اللي بغيتي غير صاحبتي ما تموتش وترجع كي كانت. قالت لي غتمشي تاخدي 5 لتر ديال الماء من البحر اللي لحتي فيه السحور وتمشي حتى للدار وتحيدي حوايجك كاملين وتكبيه لك وتعطيها تشرب منه. خرجت نجري من عندها، شريت بوديزه ديال الماء وخويتها وعمرتها بالماء البحر كيف قالت لي. وانا راجعه للدار حتى كنسمع في الجيران كيغوتوا كيقولوا انا لله وانا اليه راجعون. هنا تصدمت قلت لهم شكون مات؟ قالوا لي صاحبتك الله يرحمها. هنا ما طيقتش، مشيت كنجري عندها للدار، لقيت خواتها كيغوتوا، دخلت لبيتها لقيتها هي ميته ومغطين لها وجهها. بديت كنغوت ربي اللي خلقني، البنت اللي كانت دايراني اختها ومعاوناني ماديا ومعنويا، انا اللي قتلتها. خرجت من بيتها لقيت امها غيبات ودوها للسبيطار وخواتها زادوا كيبكيو كثر وكثر، خافوا على امهم. واحد اختها 5 سنين وهي مزوجه ما عندهاش الاولاد، نهار حن عليها الله طاح لها. المهم منين فقت من الغيبوبه جاها شلل نصفي حيت كان عندها مرض القلب. خرجت على عائله كامله بسبب التهور وقله العقل. داكشي اللي كان كيسحب ليا غيدوم غير شهر وشهرين، حطم عائله كامله، منهم اللي مات ومشى للقبر ومنه اللي تشلل حياته كامله ومنهم اللي خسر جنين 5 سنين وهو كيتسنى فيه. مرت لوسي ديما حاطه عليا وفين ما كنتجمعوا على الماكله كدور عند راجلي وكتقول لي الشرع عطا 4. المراه اللي ما تخليش راجلها يتزوج عليها ما مزياناش وما فيها خير، وانت تبارك الله ما خصك خير. اشنو فيها الا جبتي شي مراه ارمله ولا شي بنت مسكينه كبرات في العمر وما تزوجاتش وباقا عزبه؟ انا ما كدبتش عليكم كنشوط من الداخل. راجلي تيقول لها عندك الحق وانا كنزيد نتفقص. راجلها اللي هو لوسي عيني خضراء وعزيز عليه العيالات، عنده محل ديال البيع والشراء ديال الحوايج. مشيت اتفقت انا وخت صاحبتي واحد معسله اللسان، صيفت عند السيد اللي هو لوسي وعجباتو، ما خداش في يديه اكثر من شهرين وطاح على زنافرو. هو ما عنده ما يخسر، مرته اللي غيخاف منها ديما كتهضر على التعدد وديما كتقول حدا انا راجلي انا بغا يتزوج ما نوقعش ليه في طريقه، وهو كان كيقول لها شهدوا عليها عباد الله شهدوا عليها. ما علينا السيد عجبات وخت صاحبتي هي مطلقه وبغات تزوجني وتحيد من كلام الناس. هاد لوسي الله يعمرها دار واخا هكا كيتهلا. المهم كنا كنتعشاو مجموعين حتى جا قال لنا انا نويت نتزوج وانا بطبيعه الحال في راسي كلشي. السيده غير سمعت هاد الهضره ويتجمع الوقفه بدات كتعطيها للغوات والكشاكش خارجين لها من فمها. انا غير سمعت هاد الهضره وانا نوض نزغرت، قلت لهم عليا بليمين حتى نمشي وندي لوسي وندي احسن كادو في العالم والدقه المراكشي على حسابي وجلست نزغرت. وإذا تغوت عليا وانا نقولها المراه اللي تحبس راجلها على الزواج ما مزياناش وما تستاهلش وماشي بنت الناس. رديت لها الصرف اللي كانت كديروا ليا شحال هادي. هنا عدوستي كتموت بالضحك وراجلي واختو حتى هي، وهي تقول لي بغيت نطلق. قالها دبر راسك العلا في خيالك ركبيه، بغيتي تجلسي تاكلي وتشربي وتلبسي وما خصك خير مرحبا، بغيتي شي حاجه اخرى ديري اللي بغيتي تمشي غنعطيك كاع حقوقك والله يعاونك. انا اصلا ما عندي معاك ولاد. السيده مشات لبيتها وجمعت حوايجها ولحقت عليها انا وعدوزتي. قلنا لها هناك الله ديري عقلك، راه ماشي عيب تزوج عليك راجلك، مالك شنو خصك هنايا، جلسي معانا واكله شاربه احسن ما تمشي لداركم هما اصلا ما فحالهمش. المهم قنعناها وبقات معانا، هو مشى تزوج وهي كل نهار كتاكل في راسها. وزادت كملت العروسه من جات سكنت معنا في الدار. من تما عمري ما سمعتها ذكرت شي تعدد، لا يمشي يجيب عليها الثالثه. انا ايه عندي 20 عام، ملي كنت كنقرا في الباك تعرفت على واحد الدري مهندس كيبغيني وكنبغيه واللي خصتني كيشريها ليا. الدري بدارو بخيرو بخميرو. هي هذيك تقريبا بقينا شي عام مع بعضياتنا. اتفقنا باش يجي يخطبني، انا فرحت وهو اكثر مني. انا قلت ما نقول لماما وبابا والو حتى نحط النقط على الحروف ونعرف راسي شنو كاين. من بعد سيمانه ضربنا على شي حاجه اللي تافهه، هو مغير بزاف وانا فيا النفخه ديما كنتنفخ عليه. انا قلت بحال ديما غادي يحذرني وبلوكيتو. هادشي ماشي اول مره يوقع بيناتنا، حنا مولفين. دازت تقريبا شي 15 يوم، بقيت انا وصاحبتي واقفين حدا البلاصه اللي كنقرا فيها مجمعين. كنا حنا بينا 3 البنات. قالت لينا فرحوا معايا البنات انا راه تخطبت، وفعلا فرحنا ليها.
في الاخر كنتصدم ان بوركابي اللي كان غيخطبني وتخاصمت معاه هو اللي خطبها، مع العلم انا عاطيه العين وزوينه عليها. هو مشى عند ديك المسخه وانا كملتها في قلبي وسكت، ما بقيت لا كناكل لا كنعس. واحد النهار كنتلاقى بيه جاي عندي نادم، تعفرت عليه وهزيت من اخري للسما، هو كيحذر فيا وانا والو ما مفكرش معاه. البنت اللي هي صاحبتي انا عارفه عليها كلشي وعارفاها كتخونو. الحاجه اللي خسرت عليه قلت ليه رد بالك وحدي راسك، راه اش كدير واش كدير واش كدير. هو هنا لقى راسو غارق وما عرفش يعطي للدريه اتساع، لا هو سحور الله اعلم، لا هو من عند الله اعلم. المهم تزوجوا وكل شيء شفتو، العرس داز خطير وواعر. دازت الايام ويتوصلني الخبر ان صاحبتي دارت داك الشيء كامل ضد فيا، هاد الشيء كامل غير حيت كتحسدني، وانا من النوع اللي ما تنقولش اسراري، ما تعرفني حتى شي واحد اش غندير. انا هنا حاولت ننسى كل شيء، حتى كنسمع انهم طلقوا، هو مشى للحبس وهي في السبيطار. قالوا حصلها كتخونو، وانا نهار عاودت ليه عليها بغيت ليه على الخير، ولكن هو ما تيقنيش، عطاها قتله ديال العصا 10 الغرزات في راسها. خرج من الخدمه وكل شيء ضاع عليه، وحتى الرونج اللي كانت عنده دار بها كسيده وشات، حتى الكارو اللي ما عمرك ماه ولا ما كيحيدوش من فمه. كان زوين ونقي اي بنت تتمناه، ولا ما في حالته ما يتشاف مكرفص. اما صاحبتي كتار منه، مشات ايام وجات ايام. هنا تلاقيت معاه صدفه، حاول يرد معايا المياه الى مجاريها، اللي عضو الحنش كيخاف من القنب. بقى على الدربيه. مشيت عاودت لماما كلشي، قالت لي هالسخط هرضا لا رجعتي ليه. من بعد هادشي كامل اللي وقع ليا باقا نثق في شي حد؟ كلام ماما هو الكبير. وجات صاحبتي طلبات مني المسامحه، ولكن انا لا، صافي وليت حاضيه راسي من اي وحده ديرها بيا. تعلمت الدرس بان ما كاين حتى شي بنت فيها الخير من غير ماما. القصه ديال اليوم عبره، واخا تزوجوا ما تثيقوش. كنت دايزه من السوق ويبان لي واحد مول الهنديه، بغيت نتقدم لعندو لقيتو جمع وساله. قلت لي واش تقدر تخلي لي نهار الحد شي صندوق نسالي وندوز عليه ناخذو؟ قال لي مرحبا. كنت ناويه نديه معايا للدار حيت انا ساكنه في مدينه وهو في النواحي. قال لي خلي لي نمرتك فاش يكون واجد نعيط لك. نهار الحد عيط ليا ودزت خديت الصندوق. دازت مده واحد النهار وصلت ليه في الواتساب، قال لي راه انا هو الولد اللي بعت لك الهنديه، نجيك من الاخر انت عجبتيني وانا ناوي معاك المعقول. انا قلت ليه مرحبا. داز شهرين على التعارف، تخطبنا وتزوجنا. انا كنت خدامه كاتبه في شركه ديال ولد عمي، واخا زوينه والنيفو ديالي عالي عليه قبلت به، وقلت هو اصلا ما عرفنيش فاش خدامه باش غيطمع فيا، وزيدون قصدني نيشان الحلال وما بغاش يتفلى عليا. المهم تزوجنا، سكن معايا في الدار اللي كارياها. هو مره يبيع الخضره، مره يبيع الهنديه، مره يبيع الديسر على حسب. واحد النهار كنسمع ولد عمي كيقلب على شيفور، دويت ليه عليه قال لي مرحبا به، دوزي لي هاد الورقه يسنيها باش الا كان غادي يخرج من الخدمه قبل ما يخرج اوبليجي يجيب لي واحد يخدم في بلاصتو. صافي ديتها ليه، شرحت ليه، هو حيت ما قاريش سناها ولا خدام عند ولد عمي وكيدي فلوس صحيحه. من بعد عام ديال الخدمه جمعنا شي فليسات وشرينا واحد الارض وكتبها في سميتو. المشكل هو الراجل وزيدون ديالي ديالك وديالك ما كاينش فرق، وزيدون ما غنتحاسبوش. داز عام اخر تقريبا هو كيبني وانا كنشري في الماعن. بنينا الطاج الاول، الطاج الثاني والثالث سطح، درنا الجليج، طلعنا واحد الدار واعره. شريت الماريو، الثلاجه، الماكينه ديال الصابون، المهم كاع التجهيزات ديال الدار. الصالون وبيت نعس صوبناه واعر، كان كلشي مزيان وكلشي يسمن على العسل. واحد النهار صونا لي التليفون حدايا، هو ما بغاش يجاوب وانا هنا بطبيعه الحال غيدخلني الشك. جاه ميساج قراه مسحو خرج. هنا تاكدت انه كيهضر مع شي وحده وما بغانيش نعرف. مشيت عند واحد الدري خدام معايا، دار لي واحد اللعيبه في التليفون ديال التجسس، ولاو كيوصلوني كاع الميساجات ديالو. لقيتو كيهضر مع صاحبته القديمه وقال لها مازال كنبغيك، وهذيك اصلا تزوج شباب بسببك انت تفرقتي معايا وقلتي لي انا ماشي راجل حيت ما عنديش الدار، ودابا انا درت الدار وشويه غنشري الطوموبيل وغنطلق هاد خيتي وغنتزوج بك انتيا. لقيتو مصور لها الدار وتا هي عجباتها. انا هنا تصدمت. دازت واحد المده وهي تصيفط لي قالت لي شوف انا راه ما بقيتش قاده نصبر على هاد العيشه. هو قال لها شوفي نهار الحد غنخرج انا وياها وغادي نصارحها باللي بغيت نتزوج بك. المهم غنعاود لها على الفيلم كامل وغنطلقها. قالت لي صافي، وانا هنا تلفت ما بقيت عارفه ما ندير. كانت باقا سيمانه نهار الحد. مشيت هزيت الوراق ديال الدار ودرت التنازل. قلت لي حبيبه ولد عمي صيفط لك هاد الوراق وراه خصك ضروري تسنيهم باش تولي تهز الطوموبيل الكبيره تدي ولادو للمدرسه. حسن لك تديهم وتجيبهم جوج المرات في النهار، ما فيها لا تماره لا والو، وهنا راه اكيد غيزيدك في الخلصه. صافي فرح نصنا الوراق. مشيت كنجري على السمسار قلت لي بغيت نبيع الدار في اقرب وقت. دورت معاه عمرت ليه جيبو، جاب لي الشاري في يومين. بعت الدار ب 50 مليون حيت جات في واحد الموقع زوين وشوكه. ومن بعد مشيت لمدينه اخرى، قلت لي راه غادي نمشي نشوف الوالده وغنجي. كنت موصيه عائلتي تما باش يلقاو لي الدار، وفعلا لقاوها ليا. خديتها ب 40 مليون، واخا صغيره ماشي مشكل، جات في موقع زوين وكلشي قريب لك. شريتها ورجعت ضربت الطم بحال حاجه ما كاينه، وكملت المسلسل اللي بدا هو. وصل نهار الحد قال لي غنخرجوا، قلت ليه مرحبا.
حنا غير فتنا الدار وانا نعيط لخويا، جاب كاميو وجمع اثاث الدار كامله وداه للمدينه اللي شريت فيها الدار جديده. المهم مشيت انا وياه، قال لي شوف يا بنت الناس انا راه باغي نطلق. قلت ليه علاش شنو درت لك؟ قال لي انا عمري ما بغيتك وتزوجت بك حيت كنت في حاله غضب وما كنتش عارف راسي شنو كندير. قلت ليه والدار؟ قال لي الدار ديالي. قلت ليه ياك والارض اللي شريناها بجوج؟ قال لي واش بغيتيني نهز الدار من فوق الارض باش تبقاي لي انت على خاطرك؟ قلت ليه والحوايج اللي شريت؟ قال لي غنقسموهم. قلت ليه كان اللي شريتهم علاش غادي نقسموهم؟ قال لي وداكشي اللي خسرت عليك؟ قلت ليه الخدمه انا اللي لقيتها لك. قال لي خدمت فيها بعرق كتافي. قال لي واخا وزاد في حالاته. في الطريق عيط ليه ولد عمي قال لي شوف ما تبقاش تجي الخدمه. عاود عيط ليا هو قال لي حرشتيه وانا اصلا ما بقى عندي ما ندير بديك الخدمه، الدار درتها على ظهركم. غير وصل للدار لقاها كلها تكشطات، صوني عليا كيعير وكيسب. قلت ليه ديك راه مفاجاه صغيره باقي ما شفتيش الكبيره. صونيت لهداك اللي شرا الدار قلت ليه شوف اسيدي دارك راه خويتها لك راه واجده سير ليها. مشى جرى عليه. كتعاود ليا واحد جارتي منين وراه الراجل البيع والشرا ديال الدار طاح غيب. وانا نهار الاثنين مشيت دعيتو باش نطلق ومن تما دزت لداري الجديده ودرت انتقال للفرع ديال الشركه الثاني اللي في نفس المدينه اللي شريت فيها الدار. كريت الحوانت اللي لتحت وكريت الدار اللي الفوق وانا سكنت في الدوزيام و10 المليون شاطات ليا شريت بها طوموبيل باش نمشي للخدمه.